السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير، صحة وعافية، آمين يا رب العالمين. معكم اليوم قصة جديدة وإن شاء الله تعجبكم. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محمد ابن الصعيد ومنى من لبنان. هاي في بنت لبنانية كانت تحب كتير المسلسلات الصعيدية، أي إشي بالصعيد والخضار والربيع إشي بتحبه. كانت متمنية من الله إنها تاخد واحد من الصعيد. ما مش كل الصعايدة أكيد مش كويسين، أكيد الصعايدة على راسي وفيهم كتير رجال وقد كلمتهم، بس هذا اللي بدنا نحكي عليه ولا بيعرف بالرجولة إشي. نسمع القصة سوا. منى اللبنانية حبت واحد من الصعيد واتصلت فيه على حسابها على الفيسبوك. كان بينشر عن رجولته وعن شهامته، وهي بدها تموت وتصل الصعيد علشان بتعشقها، بتعشق المية والخضرة والوجه الحسن. المهم اتصلت بالصعيدي هاد، وكلمة ورا كلمة ورا اتصال ورا فيديو وحبوا بعض واجتمعوا وإن شاء الله نتجوز وإن شاء الله، وكان يوعدها بأشياء كثير. لما حبته ووصلت الكل اللقمة للثم حكى لها أنا ما بقدر أتجوزك يا منى. حكت له ليش؟ حكى لها أنا ساكن عند أهلي، وأهلي متجوز أخوي فوق بالعمرة اللي فوق، بالدور الفوقاني، وأنا الدور الرابع إلي. بس أنا ما بقدر أتجوز علشان ما معي ولا فلس أحمر علشان أكمل الدور الرابع اللي بدنا نسكن فيه. قالت له إذا هذا همك ولا يهمك أنا معي، ورثت عن أبوي فلوس كتير كتير، ولا يهمك أنا بتكفل بكل شي. تكفل والله، ينبسط إنه بدي يتكفل كل شي وتجي عروس على الجهاز المستريح. راحت حكت لأهلها أنا بدي أتجوز، وشفت واحد بحبه كتير ومش بقدر أعيش من غيره. حكوا لها إنه والله لو تطلعي من باب غرفتك لين أقطع رجليكي مستحيل نجوزك لواحد غريب عن هاي البلد، ابن عمك بده إياكي هو أولى بيكي. رفضت وحبسوها بالغرفة أكتر من شهر، هي ما بتطلع ولا بتشوف الشارع. بعدين فكرت بخطة إنه تحكي لأهلها خلاص ما بدي إياه علشان يأمنوا ويفتحوا لها. بعد ما أمنوا فتحوا لها الباب وصارت على حريتها. أول ما عملت أول شيء اتصلت بحبيبها محمد، قالت له أنا جاهزة ميت بدك تيجي تاخدني من المطار. حكى لها الوقت اللي بدك إياه أنا مستعد أجي وأخذك من هناك. والله جهزت أوراقها ودفتر الجواز، جواز السفر وكل إشي صار جاهز معها، وطلعت التأشيرة ونقلت كل ما تملك على البنك في مصر. لما نقلت كل شيء إلها سافرت الأخت الحبيبة وأجت لعنده واستقبلها بكل رحاب الصدر. أهلها كيفوا عليه، أهله كيف عليها وقابلوها ولا أحلى من هيك وشالوها عن الأرض شيل. كملت العمرة وعفشت كل البيت، كل ما يلزمه من المقشة للثلاجة للصاروخ. عملت كل اللي بتقدر عليه وخلتها أحلى شقة بالعالم كله. المهم بعد ما تزوجوا أول شهر تاني شهر آم، ما خلفت، ما رضيت تخلف. راحوا صاروا يتعالجوا، وكمان حكوا لهم إن أنت لسه صغيرة وإن شاء الله العمر قدامك وبتخلفي. بس هذا الأخ محمد هو صعيدي وحمش وبده يخلف، مش راح يضل هيك من غير خلفة. اتفق معاها قال لها انه انت خلص ما ضل معك ولا قرش. انا اسفل الصعيدة اكيد مش كلكو، اكيد في واحد نادر من هاي الدنيا. بعتذر كمان مرة. المهم إلا ما يكون في واحد ردي وعشرة كويسين. اتصلت قالت لو اتصل بأهلي راح يقتلوني، لو أرجع راح يدمروا لي حياتي، وراح يشمتوا فيا إني ما قدرت أعيش في مصر اللي بعشقها. بعد ما أقنعها وقال لها أنا نفسي أخلف، نفسي أجيب أولاد، أنت لازم ترضخي للأمر الواقع. والله وراح خطب بنت خاله. وبنت خاله هاي مدرسة ومكملة تعليمها، ومنى مش مكملة أي إشي. هي خلصت الثانوية وعشقت وتمعشقت. لما اتزوجها قال لها وين رايحة؟ أنا بدي أسكن بالشقة هاي، وانتي انزلي اقعدي مع أبوي وأمي وصيري خدامة إلهم. بعد لا خلفة ولا مال وبدك تقعدي تشرطي علي، انزلي وانتي زي التوتو.
حكت له طيب ماشي اللي بدك إياه بصير وأنا تحت أمرك، ونزلت وعاشت مع أهله. هم طلعوا وعملوا الفرح وكل العالم حضرته، وحكت له بس نفسي مرة قبل لا تتجوز نفسي مرة بس أروح على البلد، على بلدك، وأشوف الترع وأشوف كل اللي أنا جيت علشان أشوف البلد والخضار والكل شي بشوفه بالمسلسلات. حكى لها بلا قلة عقل روحي غوري واعملي لي كاسة شاي، أنا اليوم عريس ما بدي أقعد أتمشور. بعد ما خلصت الحفلة وطلعت العريس والعروس وهي بتبكي ومتدمرة نفسيتها، حكت لهم حكت لهم انه حكوا لها وين بدك تروحي؟ قالت بدي اروح انخمد، شو بدي اعمل؟ هي هم العريس والعروس طلعوا وعملوا ليلة ولا احلى من هيك. بعد ما ناموا وتأكدت إنه الضوء انطفى، أخذت جركن الكاز والبنزين وطلعت على شقتهم لفوق. لما طلعت على شقتهم لفوق كان المفتاح لسه مش مخدينه منها الغبيين. فتحت بالمفتاح اللي معها واستللت على غرفة النوم ورشت الغرفة كلها بالبنزين وولعت فيها. لما ولعت فيها أصرت إنها بدها تشوفهم وهم مفحمين قدام عينها. اتاري النار الحريق مسكت بالملابس اللي كانت لابساها كلها. وولعت هي كمان من حلاوة الروح، ما عرفت تفتح الباب إن خوتت. نطت من الدور الرابع على الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما نطت من الدور الرابع وهدلاك العرسان كانوا خلص فحموا، نزلت الجيران والحارة كلها صحيت وراحوا أسعفوها. ظلت أكثر من أسبوع بين الموت والحياة وماش مش قادرة تفتح فمها أو عيونها كلها مشوهة. صاروا يحطوا عليها ثلج ويحيوها انتعاش ومش عارف شو، علشان بس ياخدوا منها كلمة واحدة إنه مين اللي عمل هيك. حكت لهم بكل بساطة أنا اللي عملت هيك، أنا ضيعت أهلي، أنا صرفت عليه، أنا اللي عملت الشقة، أنا اللي عملت كل إشي. ما صبر علي سنة واحدة بس أتعالج وأجيب له الولد. فرط بيا وأنا كان لازم أنتقم منه وأخذ حقي منه. وبعد يومين ثلاث ما قدرت تتحمل التشويه اللي هي بيه والكسور اللي تكسرتها من الطابق الرابع. وعلى هيك ماتت منى ومات محمد و... وخلص راحت عليهم. بالله عليك ايش استفدتي؟ كان رجعتي لأهلك واللي صار صار، وهو حسبي الله ونعم الوكيل عليه. كان أخذ ربك أخذ لك حقك منه. بس هيك بده يصير، وهي كانت متتها. أجوا أهلها من لبنان وأخذوها، وصلوها على المطار وأخذوها من المطار وسافروا بيها على لبنان ودفنوها. فلت عروس ورجعت جثة هامدة بتابوت. هاي كانت قصتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم. أتمنى من الله تكون عجبتكم هاي القصة. اكتبوا لي بالكومنتات إذا عجبتكم أو لا. وأنا آسفة وبعتذر تاني مرة للصعايدة، أكيد واحد من مليون اللي بكون مش كويس. صلوا على النبي يا ناس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.